امبارح شفنا مشهد جمهور الترجي، بصراحة يا جماعة أروع ما يكون دعما لإخواتنا، ونسأل الله أن ينصرهم ويسدد رميهم. حاجة في قمة الجمال من الجمهور التونسي، جمهور نادي الترجي. وده يقول لك إن كرة القدم ما بقتش لعبة وبس، بالعكس ده حاجة مهمة جدا، ومن خلال شعبيتها بنقدر نعبر عن آرائنا بمختلف الأشكال. انما خليني بقى اكلمك شويه عن جمهور الاهلي وحكايته مع اللعيبه. جمهور الاهلي ده غريب جدا في كل احواله، يعني محمد مجدي قفشه ده من فتره كبيره جدا كل الناس كل الجماهير كانت بتهاجمه. دلوقتي كولر يلاقي الملعب مقفول والاهلي مش ماسك كوره يقوم منزل محمد مجدي قفشه، لا وايه وهو نازل تلاقي الجمهور بيهتف له هتاف غير طبيعي وهتاف جامد جدا. طب ايه يا جماعه فهمونا؟ طيب ما هو قفشه ده اللعيب اللي جاب لك اهم نهائي في حياتك كاهلاوي. القضيه ممكن اكيد فاكرها ولا لا؟ فاكرينها طبعا. انا هفضل اتكلم في حق الراجل ده كويس جدا، لان قفشه ربنا بيكرمه علشان هو سالك جدا وبيحب الاهلي، والدليل على انه لاعب كبير. كل الناس اتكلمت على اللي هيمشي من الاهلي واللي مش هيمشي وهيروح فين وده ما هيروح فين والصفقه ده هتروح فين، وهو محدش جاب سيرته رغم انه كان قاعد دكه. قفشه امبارح نزل حوالي ربع ساعه بالوقت بدل الضايع، ربع ساعه تقريبا 90% من باصات قفشه سليمه. ده غير ان الاهلي شكله اختلف تماما في الناحيه الهجوميه. ما شفناش طبعا الشوط الاول انياب هجوميه للاهلي زي ما شفنا في الشوط الثاني، مفيش، وفي اخر ربع ساعه عموما ومسكنا كوره مفيش لاعب مستواه ما بيقلش او بيحصل معاه دروب يا جماعه، ومفيش لاعب طول الموسم مستواه هيفضل ثابت وفي اعلى ليفل، لازم مستواه يقل شويه. وقفشه مهما كان مستواه قل لكنه بيعرف يتعامل مع ده. قفشه هو اللي في نهائي الكاس لعب تلت ساعه صنع هدف وجاب هدف في الزمالك، فاكرين ولا مش فاكرين؟ انا مش متعايز مع قفشه ولا حاجه، انما قفشه تاريخه مع الاهلي وعطائه للاهلي هو اللي يخلينا نتكلم في حقه كلمه كويسه. والله العظيم في ناس مش فاهمه كوره وبيشجعوا كوره ازاي، واحد مش عارف، واحد يقول لك قفشه ده ماشيه معاه وملهوش فيها. طب انت ناسي نص نهائي دوري ابطال 2020 في مباراه الذهاب في المغرب مع الوداد؟ الراجل سجل هدف وكان ليه دور كبير جدا في ان الاهلي ياخد البطوله، وزي ما قلت في الزمالك سجل. يعني قفشه لاعب مؤثر جدا في النادي الاهلي، واللي يقول غير كده ما عندهوش اي فهم كروي، مع احترامي للجميع. انا بتكلم على اللي بيقول ان قفشه ملهوش فيها. ده غير انه ملتزم ومتواضع جدا ومش بتاع شو ولا اعلام ولا بيقول تصريحات علشان يطلع ترند ولا الكلام ده كله. فيا ريت نكون منصفين شويه وندعم لاعب زي قفشه، وكلها اسبوع وهتعرفوا كلامي ده صح ولا غلط. قبل المباراه مع الترجي قلت في كذا فيديو ان قفشه هيكون ليه دور مهم جدا لو شارك في النهائي، والايام هتعدي وهنشوف قفشه كان ليه دور في حصد اللقب ولا لا. انا لو مدرب والله العظيم وانا مغمض كده قفشه يبدا في مباراه القاهره اساسي، ويلعب امام عاشور ومروان عطيه في ظهره، وبرضه امام هياخد حريه الحركه في بعض الاوقات، لان المباراه دي الاهلي لو ما سجلش فيها بدري البطوله هتروح من النادي الاهلي. وخليكوا فاكرين كلامي، لازم نسجل بدري، لازم الاهلي يسجل بدري في الترجي، ولازم كوكا يلعب ظهير ايسر كمان، وساعتها يكون عندك لاعب صغير في السن ويقدر يعمل انطلاقات في الجبهه الشمال. وكوكا من اللعيبه اللي كورتهم حلوه وبيباصي ويشوط ويعمل كروسات ويعمل طوليات، يعني هيفيدك اكتر من كريم فؤاد بطريقه غير طبيعيه. طبعا مع احترامي لكريم فؤاد قدم مباراه كويسه، لكن مش هيديك افضل حاجه في الناحيه الاماميه. واحد هيقول لي ممكن يلعب كريم الدبيس، اقول لك لا، مستحيل ده يحصل. مش تقليل من اللاعب او من كريم الدبيس، انما المباراه هتكون صعبه وكريم محتاج يلعب كتير في الدوري وياخد مباريات، وبعدها نشوف مستواه ونقيمه. عاوز كمان اوجه رساله لعلي معلول واقول له انت نجم كبير، وهي دي كره القدم، وان شاء الله ترجع اقوى من الاول، وربنا يشفيك ويعافيك اللهم امين. وانت يا معلول واحد من اساطير النادي الاهلي على مر التاريخ، عملت تاريخ حافل بالبطولات على مدار 8 سنين، يعني الاهلي هو مكانك، وتاكد ان محدش هيتخلى عنك من جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده كابتن محمود الخطيب الخلوق جدا، وانا متاكد انه هيعمل معاك الصح في كل حاجه، من مسانده ورفع معنويات وامور كتير بيعرف يتعامل بيها كابتن الخطيب، علشان ان شاء الله تخرج من الوعكه دي.